ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده تكمله للفيديو اللي فات اللي احنا كنا اتكلمنا فيه الصبح عن التعويم، وان حصل خلاص يعني البنك المركزي المصري كان رفع الفايده 6%، وده كان في البيان اللي قال ان هيحصل فيه خلاص توحيد لسعر الصرف، وهيبقى سعر الصرف طبقا لآلية العرض والطلب. قلنا ان احنا ده بيفتح مجال ان هيبقى فيه شهادات جديده هتطلع خلال ساعات. طيب مفيش فعلا ساعه البنك الاهلي طلع شهاده جديده. الشهاده الجديده ديت يعني هو عدل شهادات قديمه وشهاده جديده. طيب عندنا في شهاده 23% وديت بتدي دي مده سنه والعائد بتاعها عائد يومي. دي شهاده عندنا الشهاده اللي هي طلعها جديد اللي هي 3 سنين عائد سنوي، يعني بيصرف اخر كل سنه ب 30%. هي متناقصه 30% اول سنه، ثاني سنه 25%، ثالث سنه 20%. عندنا الشهاده اللي هي عدل الشهاده البلاتينيه، بدل ما هي كانت 22% 18 16 بقت 26% 22% 18%. ده بالنسبه لايه تعديل شهاده البلاتينيه. برضو عدل الشهاده اللي هي كانت 19% خلاها ب 21.5%. دي الشهادات اللي موجوده دلوقتي اتفقنا على ايه؟ اتفقنا ان دلوقتي البنك المركزي المصري لما بيعلي سعر الفايده في شويه اجراءات جايه وراها. اول حاجه اللي هو توحيد سعر الصرف. طيب سعر الصرف كام دلوقتي؟ حسب موقع بنك مصر سعر الصرف وقت تصوير الحلقه ب 49 جنيه للدولار الواحد. ده وقت تصوير الحلقه دلوقتي. طبعا كل شويه السعر بيتغير، يعني احنا كنا من شويه كان 45 ونص، كان من قبلها كان ب 40، فهو دلوقتي ايه السعر وقت تصوير الحلقه دلوقتي 49 جنيه للدولار واحد. احنا كنا قلنا ايه جولدمان ساكس وكل الناس توقعت ان هو كان هيتعوم وهيبقى السعر من 45 ل 50 دولار للجنيه الواحد. ده بالنسبه لسعر الصرف. كمان في خبر هتشوفوه دلوقتي على الشاشه. الخبر ده بيتكلم ان البنك المركزي المصري ابتدى يوجه البنوك ان هي خلاص تفتح الحدود السحب على العملات الاجنبيه على البطاقات الائتمان، ان انت سواء تسحب او تشتري خارج مصر. فخلاص ده هيبتدي يقلل ايه؟ هيبتدي يقلل الطلب على الدولار في السوق السوداء. هو يعتبر كده الحركه دي بيقتل السوق السوداء دلوقتي، فهيبقى كل التعامل هيبقى عن طريق البنك، ففي وفره هتخش للبنك المركزي، فهيبتدي ايه؟ هيبتدي خلاص ان هو يعني يقدر يوفر الدولار. تلاقي بقى الاستثمار الاجنبي المباشر بيبتدي يخش، لان الاستثمار الاجنبي المباشر كان عنده مشكله ان هو النهارده هيروح يشتري بنك مثلا، هيروح يشتري اي حاجه، انا هروح اشتري النهارده بعد كده تروح تعومهولي او تروح تغير لي سعر الصرف، يبقى انا كده خسرت 30% 40%. طب انا كده خسران. فلا دلوقتي هيبتدي ايه؟ يعني الناس يبقى في استثمار اجنبي مباشر، اذون الخزانه بتاعتك هتبتدي يخش لها، برضو البورصه بتاعتك هتبتدي يخش لها سيوله اجنبيه، الوضع هيختلف تماما. فده كده كان حاجه سريعه عن اخر وضع وصلنا له، وبرضو احنا هنتابع مع بعض على مدار الساعه. كل ما نلاقي حاجه جديده هتلاقينا ننزل لكم بفيديو، فاستاذنك تعمل لنا اشتراك في القناه وتتابعنا عشان خاطر كل فيديو بينزل هتلاقي كده ايه طلعك بخبر جديد وحاجه جديده. سلام.